فيلمنا بيبدأ بواحد بيكون قاعد بيصطاد وإزازة الكحول اللي كان بيشربها بتقع في المية، ولما السنارة بتمسك سمكة وبتفضل تتحرك وبيفضل يشد في السنارة لحد ما بيطلعها، والإزازة بتكون نزلت للقاع. بس فجأة بيحصل زلزال وطبقة موجودة في البحيرة بتتكسر وبتكون زي مكان مختفي، وفجأة بيحصل دوامة وبتسحب الراجل فيها، وبيحاول يشغل القارب عشان يتحرك بس مش بيعرف. بيكون في أسماك كتير خارجة وبيكونوا بيتحركوا حركات دائرية وهم السبب في الدوامة دي، والراجل بيقع في المية وبيلاقي الأسماك جاية عليه وبتاكله، وبيكون مش عارف ايه ده، بس دي بيكون أسماك البيرانا. ولو محدش عارف ايه هي أسماك البيرانا ديت، هي أسماك بتاكل لحوم البشر. وبيكون في المدينة شرطية موجودة وبتحاسب واحد عشان عمل حادثة وبيكون شارب كحول، بس بيضايقها وبتكلبش ايده وبتقول لو حد قرب عشان يلحقوا هتكهربهم. وبيكون جاك شاف كيلي زميلته وبيقول لها ما كنتش متأكد انك هتلحقي ترجعي، وبتسأله هو هنا عشان ياخد قارب؟ قال لها لا، هو موجود عشان يجيب اخته من درس الموسيقى. قال لها وانت بتعملي ايه هنا؟ قالت له ان هي مستنيه تقول لاصحابه عشان هيخرجوا، وبيوصلوا وبيقولوا لها يلا. تسأله هيجي الاحتفال بتاع بكره؟ قال لها لا، هو هيفضل في البيت. وبتسيبه وبتمشي معاهم وبتنمر عليه وبيرموا عليه عصير كمان وبيمشوا. وبتروح واحده تقعد مع اخت جاك وبتكون مستنياه، وبيروح ليهم وبيكون واحد بيصور في المكان وبيقول لهم ان بكره اول جلسه تصوير ليهم، وبيسالها مين ده؟ قالت له ده جاك وهو من سكان المنطقه هنا. قال له انت عارف المكان هنا كويس؟ قال له اه. قال له خلاص انا عاوزك تشتغل معايا وهدفع لك، بس انت تبقى مرشد لينا في المكان هنا، وانا عاوز شخص طموح زيك. وبيكون الراجل بيزق على حد في الموبايل عشان بيكون عاوز اكبر قارب في المكان، وبيقول لها انت ممثله ولا ايه؟ قالت له ان هي اكتر من مجرد ممثله، وبيقول لها هتشتغل معايا وهتفرجنا على المكان عشان لازم حد من سكان القريه ويكون عارف المكان كويس. وبيوافق جاك على العرض بتاعه وبيمشوا. ام جاك بتدخل عليه وبيقول لها المفروض كانت تخبك قبل ما بتدخل، وبتكون هي الشرطيه اللي ظهرت في اول الفيلم، وبتقول له ان لورا اخته قالت لها انه عنده خطط لبكره. قال لها ما اعرفش هي جابت الكلام دوت منين، بس انا هقعد معاهم في البيت بكره. واخوه واخته بيقولوا لامهم انهم مش محتاجين حد يقعد معاهم بالذات جاك، وبتخرجهم وبتقول له انت عارف ان مفيش حد يشتغل الشغل بتاعي. قال لها ما تقلقيش. بتقول له خليك فاكر لو ما خدتش بالك منهم هقبض عليك. وبيضحك وبيقول لها قلت سيف هخلي بالي عليهم. وبيكون شرطة اتصل على ام جاك وراحت له عشان يحققوا في الراجل اللي اختفى، او بمعنى اصح اللي اسماك البيرانا كلته. وبيكونوا شايفين القارب بس من غير حد. وبيقول لها ان ووردن اتصل امبارح عشان هيئة المسح البيولوجي رصدت زلزال حصل في قاع البحيرة وهيبعتوا فريق غواصين معاهم وانت هتبقي معاهم برضو. وبيوصل للقارب ومحدش بيكون جواه، وبتسأل الشرطي الغواصين هيجوا امتى؟ قال لها على الساعة 10. وبتحاول تمد ايديها تمسك القارب بس بيكون في حاجة بتتحرك في المية ناحيتهم وبتكون مش عارفة توصل له وبتقع في المية، وبتيجي تطلع بتلاقي الراجل اللي اختفى وراها بس ميت. وبتقول له ممكن يبقى المروحة بتاع القارب. قال لها لا، بس العظام بتاعته مش مكسورة واللي حصل له اكنه تعفن، اكن الجسم في المية بقاله اسبوع او ازيد. قالت له ان هي عاوزة تقفل البحيرة لمدة اسبوع لحد ما يعرفوا تقرير التشريح هيبقى ايه. بيقول لها بس الاسبوع ده هيبقى صعب عشان القيمة الاقتصادية للبلد بتاعتهم في المهرجان اللي هيتعمل بكرة، ومش بيكونوا عارفين هيعملوا ايه. وبيكون واحد واقف على حافة وبينط في البحيرة للاستعراض، بس السمك بيروح عليه وبيموته وبيختفي برضه زي اللي قبله. وبيكون جاك بيحاول يخلي اخواته يضحكوا على امه عشان هو عاوز يروح المهرجان وكل سنة بيقعد معاهم. قال لهم ايه رأيكم لو اديتكم فلوس؟ اخته قالت له $60. قال لها 40 عشان هو مش معاه غير 40. قالت له لا، هم هياخدوا $20 زيادة كمان عشان الكذب اللي هو بيكذبه. وبيديهم الفلوس وبيقول لهم ما يفتحوش الباب لحد ولا يخرجوا من البيت، وبيتفقوا على كده. وبيروح الفريق بتاع الاستكشاف وبتكون الشرطية بتستقبلهم، وبيكون هيروحوا المكان الزلزال سوا. وبيروح جاك للحفل وبيكون شايف الراجل اللي قبله امبارح، وبيقابل كيلي كمان وبتقول له انت قلت لي انك هتفضل في البيت عشان اخواتك. وبينادي على الراجل وبيقول له يلا عشان هيتحركوا، بس بيلاقيه واقف مع كيلي فبينزل وبيقول لها تيجي معاهم. وبيقول لها جاك ان هو معاه عشان يوريه البلد بس، وبيفضل يحاول يخلي كيلي تيجي معاهم وجاك بيكون رافض، بس بيفضل يحاول يقنعها وبتوافق في الاخر. وبيكون طول بيقول لها هي رايحه فين ومش بترد عليهم، وبيشوفوا جاك معاها وبيمشوا. وبيكون اخوات جاك عاوزين ياخدوا قارب ويمشوا في وسط الميه عشان يصطادوا، وبتكون اخت جاك مش راضيه بس اخوه الصغير بيقنعها وبياخدوا القارب فعلا وبيمشوا في وسط الميه. وبيكون جاك في القارب وكيلي كمان بتكون معاهم، وبتساله واحده ان كيلي مش بيبوظ حفلته. قال لها لا، هو اصلا مش مهتم، هي اصلا مش حبيبته وانا بقضي وقت كويس فعلا. وبيوصلوا للمكان وبيوقفوا المركب وبينزلوا في الميه يعوموا ويتصوروا. امه بترن عليه وبيقول لها في ايه؟ قالت له ان هي بترن على التليفون في البيت ومحدش بيرد ليه. قال لها ان هو كان بره ولما يدخل البيت هيكلمها. واخواته
لقيته بيصطادوا سمك، وبتقول له في حد معاك؟ قال لها لا. قالت له اهم حاجه محدش فيهم يقرب للبحيره. قال لها حاضر. هنفضل في البيت. وبيقفل معاها ومش بيلاقي كي قاعده على العوامه، وبيقلق عليها وبينزل في الميه يدور عليها، وبيكون في اسماك ماشيه قريبه منهم، وبيلاقيهم طلعوا من الميه. واخوات جاك طلعوا من الميه وسابوا القارب، وبتسحب القارب لوسط البحيره ومش بيكونوا عارفين يرجعوا، وبيكونوا على جزيره في وسط الميه، وبيحاولوا يشاوروا لاي حد معدي بس ما حدش بيشوفهم. الطفله بتقلع الشبشب وبتنزل وبتكون عماله تمشي في الميه، وبتدوس على الازازه تعور نفسها، والسمك بيكون جاي عليها خلاص بس بيرجع لمكان الدم تاني. وبتكون الشرطيه وفريق في القارب وبيكونوا بيشوفوا على المسح الضوئي للمكان، وبيقول لها كأن كان في بحيره تحت البحيره دي، والزلزال لما حصل فتح الفجوه اللي بينهم، وبيكون ده جزء من حافه بركانيه في المكان كله. وبيكونوا مبسوطين عشان هيكتشفوا المكان، وهيكونوا اول حد يكتشف المكان ده. واتنين غواصين بينزلوا الميه، وبتقول له الشرطيه لازم نحذرهم ان المكان مش كويس تحت عشان السياح بيتعاملوا مع البحيره دي وكانها مكان للزباله. وبيكونوا بيتواصلوا معاهم، وبينزل الغواصين للمكان، وبيكون النفق اللي اتفتح كبير، وبيكونوا بينزلوا لتحت لدرجه ان الرؤيه بتنعدم ومش بيكونوا شايفين اي حاجه. وبيكونوا هما الاتنين بينفصلوا عن بعض كمان، وبيكونوا بداوا يفقدوا اشارتهم. وبيقولوا اليوم ان الجو هنا بارد جدا، درجه الحراره اقل من 30 درجه مئويه. وبيقول لهم ان هو دخل كهف، وبيقول لهم ان المكان هنا مش كويس خالص، وبيكون في بيت سمك البرانه بس هو مش بيكونوا عارفين ده. وبيشيل الجوانتي بتاعه عشان يلمس البيت بس بيلاقي حاجه بتعضه، وبيولع شمروخ بيلاقي كميه رهيبه من سمك البرانه، وبيهجموا عليه والحبل بيتقطع، وبيكونوا بياكلوا فيه وبيسمع صوتهم. فبيغير الراجل اللي على القارب على طول وبينزل لهم، وبيلاقي جسم حد طالع ليه، فبياخدوا بيطلعوا على القارب، وبيكون في سمكه طلعت معاهم على القارب، وبياخدوا السمكه اللي معاهم وبيروحوا لواحد متخصص في الحاجات دي، وبيقولوا ليه عاوزين يعرفوا ايه ده. قال لهم انتوا جبتوها منين؟ قالوا ليه من البحيره بتاعتهم وفي 2 ميتين هناك بسببها. بيقول لهم دي سمكه البرانه. وبيقولوا ليه ان في الاف منهم ومسعورين، وبيقول لهم ان النوع ده انقرض من على الارض من اكتر من 2 مليون سنه. وبيوريهم حفريه وبتكون دي البرانه بتاع العصر الحجري الاصليه، وبيقول لهم ازاي لقيتوا سمك منها. قالوا ان هم اكتشفوا بحيره تحت البحيره وحصل كده بسبب زلزال. وبيسالوا طب هم عاشوا ازاي كل ده؟ قال لهم ان هم اكيد كانوا بياكلوا بعضهم عشان يعيشوا. وبيقول لهم ان البرانه بتوجم في جماعات مش بغرض الحمايه بس بغرض زياده قوتهم، هم منظمين، واول عضه بتخرج الدم والدم بيجيب بقى الاسماك. قالوا له طب ازاي يمنعوهم؟ قال لهم ان محدش يروح البحيره دي. وبيكونوا عمالين يصوروا ويلعبوا على المركب، وفجاه جاك وهو بيصور بيلاقي اخواته على الجزيره، وبيشاوروا لاي حد وبيقول لهم ان اخواته هناك، وبيقول لهم هيروحوا هناك يجيبوهم بس مش بيكون عاوز يروح يجيبهم. فبيقول له ان امه مأمورة شرطه، فبيخاف عشان هم بيكونوا اصلا بيشموا وبيشربوا. وبيقول له اكيد هنروح نجيبهم وهيكون كويس لو هم معانا هنا. وسمك البرانه بيكون بيتحرك ورا واحده في الميه وبيعضها وبيموتها كمان. والشرطه بتروح تعذر الناس بس محدش بيسمع لحد ما شرطي بيطلع المسدس بتاعه وبيضرب نار، وبيمسك ميكروفون وبيقول لهم ان في حاله طوارئ بس مش بيهتموا، وبينطوا في الميه كمان ولا كأن في اي حاجه. وبيروح جاك لاخواته واخته بتقول له مش هي السبب، وبيطلعوه مع القارب وبيمشوا تاني. وبتشوف لورا سمك البرانه وبتكون مستغربه وبتقول انهي نوع سمك ده. وفجاه المركب بيقف بسبب ان هو بيكون لف على زرع من اللي بيكون موجود في الارض، وبيحاولوا يخرجوا القارب بس مش بيعرفوا. وبيكون عمال يزعق لجاك عشان كل ده بسببه. وبيروح ديريك هو اللي يشغل المركب، وبيكون السمك وصل للشاطئ خلاص عشان ياكل الناس اللي في الميه، وبيكون كل اللي في الميه بقوا في حاله رعب. والشرطه بتطلع اللي يقدروا عليهم، وكلهم بيروحوا على المنصه لحد ما بتقلبهم في الميه تاني، والكل بيكون في حاله رعب، واللي السمك بيمسكه بياكله. وفي واحد في عز كل ده بياخد قارب وبيموت اي حد قدامه عشان يلحق نفسه. بس فجاه جماعه بيطلعوا على القارب وبيقلبوه معاهم، والسمك بيجي عليهم وبيموتهم. ديريك بيحرك القارب لحد ما بيعدي فعلا، بس بيخبطوا في صخره وبتكسر الازاز اللي كان موجود، والميه بتدخل القارب. وديريك وواحده معاه بيقع في الميه والاسماك بتروح تاكلهم، وبيقول لهم ديريك يلحقوه. وجاك بيقول لك كده تخرج من الميه، وبيطلعوا ديريك بس بيكون نص جسمه متاكل. وبيحاول جاك يوصل لكيلي بس مش بيكون عارف. والشرطي بيطلع اللي يقدر عليه وبيموت في السمك اللي جه عليه لحد ما بيطلع الموتور بتاع القارب وبيشغله، واي سمك جاي ناحيته بيموته عشان ينقذ اكبر عدد ممكن من الناس لحد ما السمك بيجي عليه وبيموتوه في الاخر. وبيرن جاك على امه بيقول لها ان هم في البحيره واخواته معاه. بتقول له ان هم ما ينزلوش في الميه، قال لها ان القارب بتاعهم بيغرق اصلا، وبتعرف مكانهم وبتروح على قارب عشان تلحقهم. وبيروح معاها اللي كان جاي للبحث، وبيوصلوا ليهم وبيكونوا هيرموا ليهم حبل عشان الصخور، وبترميه وجاك بيمسك الحبل وبيربطه كويس. وبتروح تعدي لهم على الحبل وبيقولوا ليها ان كيلي تحت ومش عارفين يطلعوها،
بسرعه وبيكون السمك بدأ يدخل القارب، وبتقول لهم اهم حاجه يعدوا دلوقتي. قال لها جاك ان هو مش هيسيبها. قالت له هنرجع نجيبها. قال لها ان هو مش هيتحرك مننا غير بيها عشان هي جت للقارب ده بسببه. قالت له خلاص هتعدي اخواته وترجع له تاني. واللي كانت معاهم بتعدي الاول والطفلين والام وراهم، بس السمك بيحاول ينط من الميه وبيعض فيهم لحد ما بيبدا يعض في اللي معاهم وبيسحبها من شعرها كمان لحد ما بيوقعها في الميه. وامهم بتقول لهم لو مشي بسرعه مش هتلحقكوا. وبيمشي بسرعه فعلا وبيكون الحبل خلاص هيتقطع، بس بيلحقوا يوصلوا. بس جاك بيفك الحبل وبيلف حوالين نفسه وبيروح على دريك، بس بيكون دريك صاحي وبيمسك ايده وبيموت دريك بعدها. وكيلي بتضرب اي سمكه بتطلع لها، وجاك بيمسك دريك وبيرميه في الميه والبيرانه بتروح عليه وبينزل تحت وبيروح لكيلي وبيقول لهم ان هم يسحبون باقصى سرعه ممكنه. قال له على شرطك، وبيدي شماريخ لكيلي وبيقول لها تربطهم كويس في بعض. وبيروح يفتح انابيب الغاز وبيرجع لكيلي وبيقول لها تمسك فيه كويس، وبيقول لهم 10 ثواني ويسحبوه. وبيبدا العد وبينزلوا سوا وبيولع الشمروخ وبيرميه جوه، بس القارب بيكون مش راضي يدور والسمك بيكون خلاص رايح عليهم. وبيمسك جاك كيلي كويس والقارب بيدور وبيحصل انفجار، السمك اللي وراهم كله بيموت وبيكون جاك وكيلي وصلوا للقارب وبيكون كله مات. الراجل المتخصص بيكلمهم ويقول لهم في مشكله كبيره. قالت له ان هي شايفه ان جيش من الاسماك البرانه ميته. قال لها ان البرانه اللي سبتوها ديت ملهاش اعضاء تناسليه. قالت له يعني ايه؟ قال لها ان الاسماك اللي قتلت الغواصين واللي انتوا قتلتوها دلوقتي دي مش اسماك كبيره، ده لسه مولوده. بيقول لها المتخصص مولوده؟ امال الكبار فين؟ بيلاقي سمكه نطت خدته معاه ونزلت الميه. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيلم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ولو عاوزنا نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.